مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. عرضت دور السينما في البلدان العربية فيلم الرسوم المتحركة بلال، الذي يحكي قصة الصحابي الجليل مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في أطول فيلم عربي من هذا النوع بتقنيات متطورة وبمشاركة نجوم عالميين في أداء الأصوات والشخصيات. ودخل الفيلم الثلاثي الأبعاد الذي أنتج باللغة الإنجليزية موسوعة جينيس للأرقام القياسية لاحتوائه على أطول مشهد معركة في تاريخ الرسوم المتحركة، ومدته 11 دقيقة و14 ثانية، وتبلغ مدة عرض الفيلم بأكملها 110 دقيقة، ليصبح بذلك أول فيلم رسوم عربي طويل. وبدأ عرض الفيلم منذ الخميس الماضي في دور السينما في الإمارات وقطر وعمان ولبنان والأردن والعراق، وسيعرض في الكويت في 29 من سبتمبر أيلول الجاري، وفي مصر في 12 من أكتوبر تشرين الأول المقبل، وقد تم إطلاقه في عرض حصري في دبي الأحد الماضي. والفيلم من إنتاج شركة باراغون السعودية، ومن كتابة وإخراج المخرج السعودي أيمن جمال، الذي قال في مقابلة مع الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن الفكرة تبلورت بعد إجراء عدة بحوث على أبطال الرسوم المتحركة المفضلين لدى الأطفال في العالم العربي، فاتضح أنهم أبطال خارقون وليس فيهم بطل حقيقي يتطلع إليه الأطفال. وذكر جمال أن الفيلم يخاطب جمهورا عالميا، فهو لا يتطرق للدين الإسلامي بشكل خاص، وإنما يتحدث عن حياة بلال وكيف حارب العبودية التي ليست فقط عبودية الجسد وإنما عبودية الفكر. وأشار المخرج السعودي إلى أن الفيلم حصل على جائزة أفضل قصة ملهمة من مهرجان كان السينمائي، ويجري حاليا إعداد نسخ مترجمة من الفيلم ب7 لغات لعرضه في أنحاء العالم قريبا، بما في ذلك الولايات المتحدة، نيوزيلندا، أستراليا، ويتم إطلاقه باللغة العربية في 12 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وقد استغرق تنفيذ الفيلم 3 سنوات بتكلفة تقارب 30 مليون دولار، وتم الإعداد له في عدة سنوات. وشارك في الإنتاج فريق عمل من 360 فردا، بينهم ممثلون من هوليوود وديزني. ويؤدي صوت بلال حين كان شابا الممثل جيوكوب لاتيمور، فيما سجل المغني العالمي إيكون الأغنية الرسمية للفيلم. في الدورة 9 لمهرجان سماع الدولي تشارك فرق من 22 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى مصر، ويهدف المهرجان إلى الإنشاد الموسيقي الروحي في الفترة ما بين 20 إلى 27 من سبتمبر أيلول الجاري، ويتم فيها إتاحة فرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة في الإنشاد بكافة اللغات والتراث الديني. ومن بين الدول المشاركة الهند، رومانيا، سنغال، الجزائر، تايلاند، المغرب والصين وباكستان والكويت وإسبانيا، إلى جانب فرق سوريا تقيم في مصر. وتحل إندونيسيا ضيف شرف على المهرجان الذي أسسه ويرأسه الفنان المصري انتصار عبد الفتاح، وتنظمه مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية. ويكرم المهرجان في دورته 9 عدة شخصيات مؤثرة في مجال الإنشاد والدعوة الدينية، وتقام الفعاليات في قلعة صلاح الدين وقبة الجوري ومسرح ساعة الهناجر وساحة المعز ومركز طلعت حرب الثقافي وقصر ثقافة بينها وقصر ثقافة القناطر الخيرية، إضافة إلى المركز الثقافي القبطي. ومن أبرز الأنشطة المهرجان الكرنفال السنوي الذي تشارك فيه جميع الفرق من شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية، كما يقدم الفنان التشكيلي محمد عبلة ورشة عمل يقود فيها مجموعة من الفنانين لرسم الفرق، وهي تقوم بتقديم عروضها. في مسابقة للشعر في تركيا فاز شعراء سوريين بمعظم الجوائز في المسابقة إنصاف تركيا ورموزها، وهي آخر فعاليات مهرجان شكرا تركيا بعد نيلهم 4 جوائز من أصل 5. وأعلن مدير بيت فلسطين للشعر وعضو لجنة التحكيم سمير عطية نتائج المسابقة في حفل أقيم باسطنبول، حيث نال الشعراء السوريين
4 جوائز، بينما فاز شاعر يمني بالجائزة ال5. وأوضح عطية أن لجنة التحكيم حجبت المركز الأول لعدم تحقيق المعايير التي وضعتها اللجنة، مشيرا إلى أن الشاعر السوري عبد الناصر الشيخ ظفر بالمركز الثاني، وفاز مواطنه الشاعر قاسم أحمد ميثاق الحسن بالمركز الثالث. وأضاف أن الشاعرين السوريين عبد الله عيسى السلامة واليمني إبراهيم طلحة حصل على المركز الرابع، بينما فاز السوري عمار التاجنجي بالمركز السادس. من ناحيته قال رئيس الهيئة الإشرافية على مهرجان شكرا تركيا الشيخ حميد الأحمر أن التوصية كانت بحجب الجائزة الأولى التي كان يبلغ قدرها 30,000 ليرة تركية نحو 20,000 دولار من أصل 50,000 ليرة هي قيمة مجموعة الجوائز. وأضاف أنه تقرر توزيع جزء منها على بقية المراكز والتبرع بالمبلغ المتبقي لأهالي مدينة حلب السورية. واستمر المهرجان 4 أيام شهدت عددا من المعارض والفعاليات الفنية والثقافية، وشارك فيها الآلاف من أفراد الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بتركيا، خاصة مصر، اليمن وسوريا، كما حضره ممثلون عن هيئات ومنظمات عربية وإسلامية في اسطنبول وخارجها، وممثلون عن الحكومة التركية. ويذكر أن مهرجان شكرا تركيا نظم في أبريل نيسان الماضي من قبل رابطة الأكاديميين العرب ومؤسسة النهضة اليمنية التركية وشركة عدن بريز، حيث سعى القائمون عليه على تقوية العلاقات بين الجاليات العربية والإسلامية ودفعها للاندماج في المجتمع التركي. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.